ليه الناس بتدخل عكس الترند وامتى يكون عندهم حق؟ كل لما تفتح فيديوهات تعليمية للتداول هتلاقي الجملة السحرية دي: امشي مع الترند، ترند صاحبك وحبيبك. في ناس بتكسب وهي ماشية عكس الترند عادي، وانا بعملها كتير على فكرة. طب ازاي وامتى ده يبقى صح؟ وازاي انت كمان تقدر تعملها من غير ما تخسر؟ تعال نحكيها واحدة واحدة. اول حاجة لازم تفهمها الترند العام للسوق، وده في الغالب بيظهر على الفريمات الكبيرة، يومي، اسبوعي، 4 ساعات. بيعمل قمة اعلى من قمة وقاع اعلى من قاع، يبقى الترند صاعد. ولو السوق بيعمل قاع اقل من قاع وقمة اقل من قمة، يبقى الترند هابط. طب هو ليه حد يدخل عكسه؟ علشان في نقاط مهمة جدا اسمها التصحيحات. يعني السعر مش بيمشي في خط مستقيم او شكل عرضي دايما، حتى في الترند الصاعد بيجي عليه وقت وينزل شوية، وده ممكن يبقى فرصة للناس اللي بتحب السكالبينج طبعا. بس خلي بالك، مش اي تصحيح تمشي وراه، لازم تتأكد انك شايف نقطة دخول قوية. لو عايز فيديو اوريك امثلة واقعية من الشارت لصفقات انا دخلتها عكس الترند وكسبت، اكتب لي في الكومنتات عايز امثلة عكس الترند.